السلام عليكم، صباح الخير البنات. ان شاء الله تكونوا بخير بصحه جيده ومهنيين يا ربي الكريم. مرحبا بكم في قناه لابلونش جزائريه مقيمه بفرنسا. نرحب بكم مشتركين اليوم معنا وكامل راهم يشاهدوا في الفيديو تاع اليوم، ونقول لكم جمعه مباركه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله يا البنات حنحضروا وصفه تقليديه محبوبه كتير عند الجزائريين. كاين اللي يحب مع صوص غوش، كاين اللي يحبوا مع صوص بلونش. الكسكسي ما نظنش انه كاين جزائري ما يحبوش، ومعروف يعني ماشي في الجزائر، في كامل المغرب العربي. واليوم ان شاء الله يا البنات اخترت نوجدوا معكم على الطريقه الجزائريه العاصميه، يعني كسكسي بالمرق الابيض. يجي خفيف وبنين بالبزاف يا البنات. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه، ونتمنى ان شاء الله انه لا فيديو تاع اليوم تنال الاعجاب ديالكم. بلا ما نطول عليكم يا البنات، نبداو مع بعض نشوفوا مقادير الوصفه تاعنا مع بعض. ونبداو بسم الله في المقادير وطريقه تحضير الطعام ديالنا. يلا نبداو على بركه الله في المقادير الوصفه وطريقه التحضير. شوفوا يا بنات، هنا اول حاجه بيان سور شوفوا نبدا عندنا سواء اللحم ولا الدجاج على حسب عدد افراد العائله، موصو يعني كل واحد والمقدور تاعو. يعني اللي ذبحها وكاين اللحم ان شاء الله في العيد، واللي ما ذبحش معليش يدير رصه تاع الدجاج وهو طيب طعامه ماشي مشكل. عندنا هنايا لفت، عندنا البصل بيان سور زوج ولا 3 حبات على حساب الكميه اللي عندك تاع طعام. عندنا هنايا القرعه، راكم تشوفوا البنات هنا القرعه تاع فرنسا ماشي مليحه، القرعه تاع الجزائر يعني شابه، ولكن نديروا واش كاين موجود هنايا. وشنو قطعتها شويه كبيره باسكو هنايا تذوب في المرقه، هي كبيره ولكن تذوب. فوالا على بال نورمالمون هادو واش كاين المكونات تاع الخضره، ولكن انا بدات نزيد شويه زروديه باسكو افراد العائله ديالي ياكلوا زروديه. دوك شنو حنغليها ابا وشنو نزيد لها واحد 2 غرارف ولا 3 تاع لاصوص باش تجي فيها البنه وشويه تاع لي زيبيس. هذه هي. وعندنا بيان سور الحميصه، داكاش طعام بالحميصه. هنايا البنات انا ما غليتش الحميصه داكوغ، اللي كانت في الكونجيلاتور يعني نبيتها في الماء كامل ونخليها، ولكن ما نغليهاش. فوالا يا البنات هاي لك. وعندنا بيان سور عندنا لي زيبيس هنايا نحط لكم هنا. فوالا هاي لك. شوفوا عندنا الملح يا البنات، فلفل الكحل ماهوش يبان. فوالا عندنا الملح، فلفل الكحل، راس الحانوت والقرفه. بيان سور في المرقه البيضاء كاين القرفه. هذا مكان انا واش نروح ندير يا بنات، نروح ناخذ البصل نرحيه في الاشواق. نتو حبيتو قطعوه صغير سكرفجو كما حبيتو، ونبداو نوجدو في لاكوكوط ان شاء الله. انا حنستعمل لاكوكوط باش نخف شويه يا بنات. وعندنا ثاني هنا في المكونات يا البنات الزيت، ناخذ حوالي 3 ملاعق قرح طب شويه كبار يعني، ولا تاع الاكل نقدروا نروحوا حتى ل4. ما نكثروش بزاف الزيت يا البنات، ماشي مليح يعني للصحه تاعنا. نحكموا هذاك لاشواغ ونروحوا نرحيو البصل وناخذوا لا كوكوط ونوضعوا فيها هذاك البصل اللي رحيناه بالاشواغ. اللي يحب تقطعوا واللي يحب تسكرفجوا. انا رحيته فقط لان الزوج تاعي ما يحبش بزاف البصل في الاكل، يعني ما يحبش يشوفوا، سي بور سا نحيه في الاشواغ. اللي تحب تقطعوه حيجي بنين خير باسكو حيتقلنا المرقه تاعنا اكثر واكثر. ونضيفوا له هنايا الزيت في داخل لاكوكوط، ونروحوا هكذا نضيفوا لي زيبيس اللي كنا وجدناهم، الملح، فلفل الكحل، راس الحانوت والقرفه. هنا اللي حبت تزيد هذاك جumbo دجاج ولا اللي حبت الكول اللي حباتو دبر راسها. وزدت هنا كميه اللحم وخليته يتقلى على نار قليله يعني شويه، ومن بعد زدت الحميصه ومرقت. هنا البنات المرقه مرقت بزاف شويه لانه حنستعمل شويه نغلي به الزروديه اللي عندي. قلت لكم حنغليها ابا مور ما يغلي حنغلق على كوكوط واحد 4 ساعات هكذاك، نطفيها. من بعد نزيد ندير اللفت والقرعه يطيبوا حوالي 5 دقائق. ومن الجهه واحده اخرى يا البنات رحت وجدت درت الماء يغلي، رحت غربلت هذاك الطعام اللي عندي. كنت استعملت هنايا طعام كسكس ماما الرقيق، استعملت رقيق ماشي المتوسط داكو يا البنات. فوالا هنايا تلقاوه في فرنسا يعني وين يبيعوا المواد تاع العرب كامل، الجزائريين والمغاربه وتوانسه، يعني حتلقاو فيهم هاد الامور. فوالا نحطوا هذاك غربلتو نحيتو داك السميد الرقيق اللي يجي هكاك باش ما يتعجلناش، لانه الطعام الرقيق يا البنات شويه سبيسيال في التوجد ديالو ماشي كيما الموايا. هنايا بالك تروحوا يا البنات تغسلوه جامي، لو كان تغسلوه حيولي لكم خبزه ويجيكم واعر بالبزاف، خصوصا هنا المبتدئات. شوفوا الطريقه معايا البنات، نروحوا نملحوه شويه ونحطوا له شويه تاع الزيت، وندخلوا له هذيك الكميه تاع الزيت كما راكم تشوفوا راني نخدم فيه بالعقل. لازم ندخلوا كامل الكميه تاع الزيت في هذاك الطعام ديالنا داكوغ يا البنات، بهذه الطريقه اللي كتشوفوا فيها. ومن بعد ما ندخلوا له كميه الزيت هذيك يا البنات ناخذوا كسونه نحطوا فيها الماء ونبداو نزيدوا كتشوفوا نرشوا بالحفنه، حفنه زوج ونخلطوا مليح نخلوه ينشف شويه ونزيدوا حفنه ولا زوج. انا هنا ابري استعملت هنايا واحد نقولوا 5 حتى 6 حفنات تاع الزيت تاع الماء. فوالا من بعد نخدموهم مليح كما راكم تشوفوا، نشربوا له الماء ونخلوه يرتاح حتى ينشف باش نروحوا نفوروه. من جهه واحده اخرى شفنا هنا لاكوكوط كي غلات، نحوا هنا كميه هذيك المرقه اللي راكم تشوفوا فيها، هذه حنزيدها من بعد كي ندير الخضره، وحنحي شويه 2 غرارف ولا 3 حنستعملها باش نغلي زروديه ابار.
ابار. او غلينا الماء دوك نغلق لا كوكوط حوالي ربع ساعه البنات. يطيب اللحم تقريبا يطيب كامل، ومن بعد تيك نزيدو فوقو كميه الخضره نخليها طيب شويه مع اللحم بلا ما نحيه. نزيد نغلق لها 5 دقائق، ماشي اكثر من 5 دقائق البنات، سينو الخضره تفتت كامل. فوالا وكما راكم تشوفوا شنو دهنت هنايا انايا الكسكاس يعني بشويه زيت، وحطيت هذاك الطعم ديالنا يفور. هنايا البنات غطيته بغطاء باش نسرع يعني عمليه التفوار. وانا الكسكاس تاعي هنا ما يخرجليش الفوار كما نوريكم، يعني مليح. الا كانت عندكم قدره والكسكاس يعني يخرجوا شويه الفوار، خذوا قطعه تاع القماش غلقوا بها كامل ساير داير، شمخوها كامل ساير داير على داك الفراغ اللي بين الكسكاس والقدره، ولا خدموا عجينه ودوروها يعني القطعه تاع القماش خير، خلوها غير الطعم هذا ما كان. بعد ما فورنا نروح نحطوه في الجفنه هذيك، نفرغوا كامل هذاك واش عندنا في الكسكاس، نخلوه يبرد شويه، نحركوه غير بملعقه، ومن بعد تيك نبداو نضيفوا له في الماء بالعقل بالعقل. هنايا فقط اول نصيحه نعطيها للمبتدئات خاصه البنات اللي راهم يعني يحبوا يشوفوا الطعام، يقولوا بمقادير مضبوطه وشحال الماء وشحال طعام. شوفوا البنات من الاحسن حنا شوفوا الطعام هذايا نناولوه حنايا على الاقل مره في السمانه، الناس ديروا تقريبا كل جمعه في ديورها. ما تحوسوش يعني من الاحسن ما تحوسوش على المقادير مضبوطه، كما نقولوا سيو توجدوا الطعم هذا عندكم ميزانكم. في الاول حتجيكم واعر، ولكن بالتجربه حتوالفوا داكو. خاطش كاين انا نعطي لك زعما تيك موديل يعني ماركه تاع طعام حتفيدك، نقول لك ديري لها نص لتر، واحد اخرى لا لو كان ديري نص لتر يجيك يابس، لو كان ديري له نص لتر يجيك مشمخ بزاف. داكوغ البنات تما في المقادير المضبوطه في الطعام بالذات انا نظنها يعني ما راهيش حاجه مليحه. بريفيرونس تعلمي ديري طعام وخدي نصائح مثلا باش يكون يعني الطعم تاعك تعرفيه بلي تعاود لك مليح بالماء، حيكون يدوب لا الفوليوم ديالو. يعني الا كانت عندك نص الجفنه حتولي عندك تقريبا الجفنه معمره بالطعم، هذه معناتها طعمه وشرب الماء وتنفخ. هذه هي الحاجه الاولى. كي ترفدي الطعام في يدك هكا ما يجيكش خفيف كيما كيكون مشمخ، تما كي تزيدي تشمخيه وديروا الماء حتجيك الحفنه هكا كي ترفديها بيدك تجيك ثقيله. هذه حاجه. وبلي حبت تذوق كاريمون تاخذ شويه تذوق، الا زلق لك في رقبتك عارفين بلي صافا وشابع ماء، والا حسيتي شويه يحصل لك يابس عارفين بلي مخصوص الماء. هادوما نصائح بريفيرونس تعلموهم خير من تحسبوا المقادير المضبوطه يا البنات. هذه نصيحه من اختكم الكبيره، نتمنى ان شاء الله تاخذوها بعين الاعتبار. بعد ما نعاودوا هي البنات مليح بالماء، هنا اللي حبت تزيد مثلا غرف ولا زوج تاع المرقه باش يجيها بنين تزيد غرف ولا زوج تاع المرقه كيما حبيتوا، هنا لكم الاختيار. هكذا يا البنات يعني اللي حتزيد زعما تاكلوا غير بالبن يعني تستعمل غير الماء فقط، ما تستعملش لاصوص. بعد ما كملناه كعاودناه مليح نديروا له شوفوا كميه شويه تاع الزيت. هاد الكميه تاع الزيت باش نزلقوه كيما نقولوا وما يسقناش في بعضو. كي نعاودوا نفوروه المره الثانيه، انا نفوروه هنا 2 مرات، هذه الطريقه ديالي البنات. وكاين على حسب المنطقه كاين اللي يفوروه 3 على ما اظن، ولا على 3 على بالي وحده ما نظنش، لكن انا نفوروه هذه 2 مرات. هذه هي الطريقه ديالي يعني يجي هايل. فوالا نديروا له شويه داك الزيت نسلقوه ندخلوه كامل في بعض، ونزيدوا نعاودوا يا البنات ندهنوا هنايا الكسكاس ونعاودوا نفوروه التفويره الثانيه والاخيره. يعني راكم تشوفوا كيفاش راني نخدم فيه بيدي غير بالعقل. نصيحه هنا فقط يا البنات، شوفوا كي نديروه نفوروه التفويره الثانيه نديروا نص الكميه تاع الطعام فقط. كي يبدا يدخلها شويه الفوار تحسوه بدا يسخن زيدوا الكميه الاخرى باش هكا ما يتعجل لكمش ويفوركم لهليه. خير من ديروا كميه كامله على مره ومن بعد يطول باش يفور ويتعجل لكم لتحت. نصيحه هذه مهمه يا البنات. وكملت هكا الجزء الثاني كيف يا البنات، باسكو علاش خدمته يعني على 2 مرات باش تسهل عليا باش نزلقو مليح في الجفنه، باسكو الجفنه تاعي صغيره يعني ماشي كبيره. بعد ما نزلقوه فوالا نفوروه ونعاودو نحطوه. نروحو نشوف المرقه تاعي هنا يا البنات، شوفوها بدات تطيب، طابتنا يعني اللحم تقريبا طاب. واش نروحو نديرو هنايا؟ نروحو نزيدو عليه يعني الخضره هذيك اللي كنا وجدناها، اللفت والقرعه. اللفت انا كنت دقتها يا البنات ماشي مره على بها ما فورتهاش، انا نحب الكوت تاع الخضره في المرقه. اللي حب يفورها له الاختيار، بصح ما انا الا تفورتوها ما تغلقولهاش بزاف لاكوكوط. انا حنا كلش حنغلق لها يا ربي 5 دقائق با بلوس. قلت لكم لانه القرعه هنا تذوب. فوالا نحطها كامل نعاود نغلق عليها واحد 5 دقائق وتكون هنا معنا وجده. نزيد هذيك لاصوص اللي حطيتها بجيه بعد ما كنت نقصت شويه للزروديه هذيك باش غلات وحدها. قلت لكم مانيش نديرها في لاصوص. نعاودوا نغلقوا لها لاكوكوط هنايا 5 دقائق ونشوفوها ان شاء الله مع بعض كي توجد. هنا بعد ما طابت لي الخضره يا البنات راني حليت على لاكوكوط ونخليها على نار قليله كما نقولوا باش تعقد لنا وتجينا بنينه. من جهه واحده اخرى يا بنات انا الطعم هنايا بعد ما فورتو التفويره الثانيه نحيته خليته يا بان شويه برد ودهنته بالزبده. انا نحب الطعم ندهن بالزبده، كاين اللي يحب يدهنوا بزيت زيتون، انا الطعم تاع لاصوص ندهنوا بالزبده ابار السوف ندهنوا بزيت زيتون. كاين اللي يحب يدهنوا بالسمن، هذه قضيه ذوق واختيار بنات. انا السمنه تجيني ثقيل سي بوغ سا استعملت الزبده وكل واحد والذوق تاعو كما قلت لكم. هذه هي.
وبعد ما المرقه هنايا ديالنا يا البنات اختارت وتجمرت الله نزيدوا لها شويه تاع القرفه وشويه تاع الفلفل الكحل ونخلوها حوالي 3 دقائق باش تقعد لنا هذاك الكو والبنه هذيك يعني والرائحه تاع لي زيبيس كيما قلت لا شويه ملح شويه عفوا فلفل الكحل وشويه تاع القرفه نخلطها تشوفوا غير بلا كوكوط باش ما نعبصش يعني هذيك الخضره ما تفتتش ونروحوا نوجدوا ان شاء الله مع بعض طبق التقديم. هنا يا بنات تزيين الطبق يكون كل واحد على حسب الذوق ديالو. نسى الله يبارك ما شاء الله الجزائريات يعني وكاع العرب يعرفوا يزينوا الاطباق ديالهم، فقط هنا المبتدئات اللي يحصلوا كيفاش يزينوا نوروا لهم طريقه بالعقل بابسط طريقه يعني يقدروا يزينوا بها سهله مهله وتكون يعني بريزونطابل. فوالا نحطوا شويه حميصه نديروا حفره في الوسط ونزينوا هكا شويه ونديروا اللحم ولا الدجاج ولا واش كتب ربي يعني طيبناه. واني حطيت طبسي هنايا تاع لاصوص راهو قدامها يعني المرقه تاعنا ما شاء الله تجي خويتره يعني تجي بنينه وماشي مزيته بزاف. وهنا اللي حبت تزيد في الطعم يا البنات شويه نتاع القرفه بعد ما يطيب تزيدوا. انا ما يحبوليش القرفه هكاك فوق الطعام دونك نديرها غير فقط في لاصوص. ملاحظه فقط يا البنات ربما النساء العاصمات حيلوموا عليا هنا يقولوا لي حنايا في لاصوص نديروا السمن، على بالي باللي الطعام يديروه بالسمن يعني ما في لاصوص، ولكن انا ما نحملش يعني السمنه تجيني ثقيله على المعده ديالي سي بوغ سا استعملت غير الزيت. لكن السمن طبعا حيزيد في الذوق نتاع لاصوص ويزيد في الذوق نتاع الطعام الا دهنتوه بسمن. هنايا قلت لكم يا بنات لكم الاختيار يعني هنايا كل واحد يطيب كما حب هو وكما يحبوا افراد الاسره ديالو. وهنا ما قاعد لي غنقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، تكون عجبتكم الطريقه تاعي في تحضير هذا الكسكسي بالمرق الابيض. اذا عجبتكم لا فيديو ديروا لنا ابوني وديروا لنا لايك وخليوا لنا كومونتير شباب باش تشجعونا به. وما قاعد لي غير نقول لكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله يا البنات، شهيه طيبه يا منعش، سلام.